حياكم الله مشاهدينا الكرام. نشرة إخبارية من فضائية كركوك. وجه بافل جلال طلباني برقية تهنئة إلى الحركة الإسلامية في كردستان بمناسبة عقد مؤتمرها 12 وانتخاب مرشد لها. وقال بافل جلال طلباني في برقيته الموجهة إلى مرشد الحركة عرفان عبد العزيز وقيادة وأعضاء ومؤيدي الحركة الإسلامية إنه يتقدم بأحر التهاني بمناسبة عقد المؤتمر 12 وانتخاب المرشد، معربا عن أمله في أن يكون نجاح المؤتمر حافزا على تعزيز العلاقات السياسية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحركة الإسلامية، والعمل معا لتحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد الجهود لوحدة الصف الكردي وحل المشكلات والخلافات. كما وشدد بافل جلال طلباني على الحاجة إلى التآخي وقبول الآخر في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى. عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثانية من الدورة التشريعية الخامسة، وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس إن رئاسة مجلس النواب قررت تحويل جلسة اليوم إلى تداولية. وأضافت أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر تخويل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي الشروع مع النواب من أجل تشكيل اللجان. ونشر مجلس النواب في وقت سابق جدول أعمال جلسته الثانية للدورة الانتخابية الخامسة، ويتم جدول أعمال الجلسة فقرتين: الأولى هي تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، إما الفقرة الثانية فهي انتخاب رئيس للجمهورية. أكدت رابحة حمد عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني مسؤولة مركز تنظيمات بغداد إن الاتحاد الوطني يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية العراقية. وشددت رابحة حمد على أن الاتحاد الوطني الكردستاني مستمر على نهج فقيد الأمة الرئيس إمام جلال الذي كان له دور بارز في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية المختلفة. وأشارت إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني مع تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها جميع الأطراف السياسية العراقية. على الساحة السياسية معروف لدى الجميع بأن اتحاد وطني الكردستاني حزب معتدل ويقف على نفس البعد مع جميع أطراف سياسية عراقية ومستمر على نهج إمام جلال. لأن بداية سقوط النظام البائد إمام جلال الله يرحمه كان لديه دور بارز في تقارب وجهات النظر بين أطراف السياسية العراقية، وخاصة في أيام كتابة الدستور. وأيضا تم كتابة الدستور على أساس التوافقات السياسية بين مكونات الشعب العراقي. والآن أيضا في الحكومات السابقة تم تشكيل الحكومة على أساس التوافقات السياسية. فالآن بعض الأطراف السياسية يطالب بتشكيل حكومة أغلبية، فنحن اتحاد وطني الكردستاني لسنا مع تشكيل حكومة أغلبية ولكن مع حكومة توافقية سياسية ويشارك فيها جميع أطراف سياسية عراقية بناء على رغبته. يمكن هناك أطراف سياسية لديه الرغبة بعدم مشاركته في الحكومة، هذا شيء اعتيادي، ولكن كشيء إجباري أو مطالبة بتشكيل حكومة أغلبية نحن نرفض هذه الطريقة وهذه الفكرة لتشكيل الحكومة المقبلة، لأن الحكومة الأغلبية ليس في مصلحة الشعب العراقي وخاصة الشعب الكردستاني لتطبيق مواد الدستورية، وخاصة تطبيق مادة 140 ومشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها، مشكلة حصة موازنة أقليم كردستان ورواتب موظفي أقليم كردستان، وأيضا مشكلة الفلاحين والأراضي اللي في مناطق متنازع عليها. كشف نائب عن ائتلاف دولة القانون عن جهود لتوحيد المواقف السياسية بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي إن القوى السياسية ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الساعات المقبلة
لإيجاد حلول مشتركة للاتفاق بين الأطراف السياسية من أجل توحيد البيت الشيعي. وأشار إلى أن التفاهمات السياسية يجب أن تكون للمشاركة في الحكومة بشكل كامل وليس أجزاء منها. واعتبر المالكي أن الغرض من المقاطعة هو إعطاء المزيد من الوقت للتفاهمات السياسية ومنع إدخال البلد في نفق مظلم، لافتا إلى أن هناك جهودا حثيثة لتقريب وجهات النظر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. أعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك عن اعتقال عدد من المتهمين بجريمة قتل 2 من المواطنين قرب جسر المعارض في شارع المطار. وذكرت شرطة محافظة كركوك إن قوة مشتركة من المقر المتقدم ومديرية شرطة كركوك والمركز المختص ألقت القبض على عدد من المتهمين وضبطت بحوزتهم 5 بنادق ومسدسين على خلفية حادث قتل مواطنين 2 في شارع المطار. وأشارت إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث، مؤكدة أن قيادة شرطة محافظة كركوك لن تسمح بأي خرق أمني أو التجاوز على سيادة القانون، وستعمل على تعزيز الاستقرار الأمني الذي يتمتع به المواطنون. قيادة شرطة محافظة كركوك استخبر بحادث قتل في شارع المطار بقرب من جسر المعارض، وفور حصول الحادث أمر قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل من مكافحة الإجرام وأيضا من مركز شرطة 90. توجهنا إلى محل الحادث، وأثناء التحقيق الابتدائي يتبين لنا أن هذا الحادث هو حادث جنائي بحت وليس حادث إرهابي. هذا ما نريد أن نسلط عليه الأنظار أمام مواطني محافظة كركوك. هو في بدايات الأمر والتحقيق الأولي يتبين أنه هناك ثأر ما بين عائلتين ضمن عشيرة واحدة في منطقة تركنان. هذا الخلاف تطور وأدى إلى مقتل 2. لا ننسى العام الماضي أيضا قتل أحد الشيوخ الشيخ جمال على هذا الطريق، وبدأنا بالتحقيقات وألقينا القبض على 10 أشخاص، وكان هذا من هؤلاء 10 8 منهم أفرج عنهم و2 منهم حكموا بالإعدام. ونتفاجأ اليوم وبعد مضي شهر أو شهرين من إطلاق سراحهم من مقتل 2 منهم. وهذا يتبين كبداية الأمر أن هناك ثأر عشائري. سنحقق في الموضوع ونتأكد، وبعد إثبات تلك القضية أمام المحاكم سيعرضون أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل. لن نقبل بالأحكام العشائرية أن تسيطر على محافظة كركوك. الأحكام العشائرية لها أعراف في الفصول وليس في قضايا التحقيقات وقضايا القتل. هناك محكمة مختصة تنظر بالقضايا، هناك أدلة جرمية، هناك إثباتات، هناك سبق وإصرار وترصد في هذه الجرائم. المحاكم هي الفيصل الوحيد وهي الحاكم في محافظة كركوك ما بين هذه القضايا التحقيقية. كشف مشمول برواتب الرعاية الاجتماعية في كركوك عن صعوبات وعراقيل تواجههم لإتمام الفحص الطبي الخاص بإنجاز معاملاتهم، فيما عزا مدير شعبة اللجان الطبية الزخمة إلى الجرد السنوي الذي تقوم به شبكة الرعاية الاجتماعية. شريحة المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية في كركوك تواجه صعوبات وعراقيل وزخم كبير لإتمام الفحص الطبي الخاص بهم لغرض إنجاز معاملاتهم، وسط مطالبات من هذه الشريحة بضرورة اتباع آلية أكثر سلاسة وأفضل لإتمام الفحص الطبي. الناس كلها مرضى ومخصصين بأسبوع يوم واحد، ويجون ب 12 بالليل، يجون ب 3 بالليل يسجلون الاسماء، وهذا الناس اغلبيته يجي هسه يسجل اسمه وما يلقى اسمه، يختصرون ب 50 اسم 50 اسم، وهذا الناس كلها هنا. يعني هسه اغلبيه الناس هذه مرضى، روح كلها شوف هناك كلها معاقه، يجي يسجل الاسماء، من تريد تطلب للدائره يقول لك والله اسمك ما موجود. انا سجلت اسمي هذا لحد راح، هسه عاروا عليه يقول لي والله انت اسمك ما موجود. يمشي جايني ب 12 بالليل، جايني ب 3 بالليل، وانا اكون دوام ب 12 بالليل. انا من الفجر جاي هنا، من الساعه 5 الفجر هنا، وماكو بس يقتل بينا البرد، وهسه الله وكيلك ذولكم ما هم مرضى. انا بايت بكركوك جاي هنا ب 6:30، بايت بكركوك عند بنت اخو. يعني انت تقدر يوميا تجي حتى مشي امورك ومعاملتك؟ والله اقول شو نسوي غير يقطعوا راتبي. مدير الرعايه مال بغداد قاعد هناك
من ما نوصل له معامله صحيه يقطعون راتبي، وقبل ما عندي بيان قرار طبي ما عندي قبل لما انا على المستمسكات، وهذا مروت العراقيين، هذا فاعلها الشكل. بالدول الخارج يعني موظف يروح عليه اي مدير اي كان ما كان يروح عليه وهو الممنون. يعني انا اريد وين محافظ كركوك، يعني هذا من قرية حوف 6 من قضاء الحويجه من ناحيه العباسي 4 مرات يجي هنا وما ياخذ سرع، وانا اريد اي مسؤوليه تجي على هاي الدائره، يعني هاي الدائره بيها ظلم اليوم الظلم، اذا هيك حاله انسانيه ما حد يباوع عليها، لعد يعني وين الرحمه؟ وين الرحمه؟ بدي اسال وين؟ مدير ما يطلع على مواطن، مدير باسبوع واحد يشتغل 50 معامله، يعني وين نوصل؟ بس اردفتهم وين نوصل؟ اللجنة المختصة بالفحوصات الطبية أوضحت من جهتها أن الزخم الحاصل يعود إلى الجرد السنوي التي تقوم به الشبكة الرعاية الاجتماعية التي تحول جميع المسجلين لديها إلى اللجان الطبية. الازدحامات صارت بالشهر الأخير. دائرة شبكة الرعاية الاجتماعية عندهم في شيء اسمه الجرد السنوي أعتقد. بالجرد السنوي دا يحولون كل المسجلين، مو كل المعوقين، كل المسجلين عندهم على راتب الرعاية الاجتماعية يحولوهم على اللجان الطبية في سبيل حتى تجديد. هو مو شرط راح يتجدد يمنا راتبه، احتمال اللجنة تقرر انه هذا الشخص قادر على العمل، لان هذول اغلبهم ماخذين راتب على اساس الباحث الاجتماعي اللي كان يعني يزور المريض بالبيت، يشوف مثلا مريض اعرج او مريض مثلا عينه ضعيف، يقول يابا هذا ما يقدر يشتغل. هسه احنا كضوابط اللجنه ما تتطابق ويا ضوابط شبكه الرعايه الاجتماعيه او وزاره العمل، فهي كلها يعني بالجرد السنوي كلها تتحول علينا. هاي دائره واحده من ضمن كل دوائر كركوك تتحول علينا، فدا يصير علينا زخم. يعني مو بس على هذول اكو مواعيد، اي دائره تجينا ننطي المنتسب مالته موعد، لان ما نقدر، يعني ماكو مؤسسه كادر بي يعني حسب الهيكليه 15 واحد، زين اكثر من هذا اذا يجي راح يصير فوق الهايه، الا اللهم اذا يطلع بامر اجتماع، يعني اجتماع مجلس هذا الاقسام مال دائره الصحه. يعني هذا الزخم الهائل اللي دا يصير على اللجان، هذا اللي دا يخلي تاخير بالموضوع. مشقة كبيرة لإنجاز معاملات شريحة المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية في كركوك في ظل وجود شكاوي بشأن بطء إتمام الفحص الطبي، ما يستدعي اتباع آلية أكثر سلاسة وامتصاص الزخم الحاصل في هذا الموقع. نظم قسم التدريب والتنمية البشرية في دائرة صحة كركوك ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان. مدير عام صحة كركوك الدكتور نبيل حمدي أشار خلال حديثه لفضائية كركوك إلى أهمية تكثيف الندوات والمحاضرات الخاصة بالتوعية بمرض السرطان، لافتا إلى وجود أعداد كبيرة من المرضى السرطان في كركوك نتيجة للتلوث البيئي في المحافظة. اليوم العالمي لمكافحة السرطان. دائرة صحة كركوك نظمت بهذه المناسبة ندوة علمية حول مخاطر المرض وازدياد الحالات وكيفية مكافحة ثاني أكبر قاتل للبشر. مدير عام صحة كركوك أكد أن في العراق قرابة 35 ألف حالة ممن تم تسجيلهم. نتحدث عن ثاني أكبر قاتل للبشرية بعد أمراض الشرايين والأوعية الدموية، قرابة 20 مليون إصابة عالميا، 10 مليون نفقد البشرية من وفيات جراء هذا المرض. في العراق بواحد 35 ألف إصابة. كركوك العدد المذهل من إصابات أيضا في كركوك، لما تكون هناك تلوث بيئي في كركوك من الشركات النفطية وشركات غاز الشمال. حقيقة نسلط الضوء ونثقف الجماهير بالوقاية من هذا المرض، لما لها أهمية كبرى. الوقاية حوالي 30% من الإصابات تقل بواسطة التثقيف الصحي والوعاية الصحية من جراء من الابتعاد عن التبوغ وكذلك الكحول وكذلك الأكلات الصحية. مدير مركز كركوك التخصصي للأورام وأمراض الدم أكد أن المصابين بهذا المرض في ازدياد مستمر، وهذا لا يعني أن أهالي كركوك هم المصابين بالدرجة الأساس، ولكن هناك وافدين ومراجعين من محافظات أخرى لمراكزهم، مضيفا أن على المعامل والشركات الحكومية والأهلية أن يحذوا حذو شركة النفط لأنها السبب الرئيسي
لتلوث البيئة. الإحصائيات المتوفرة لدينا لعام 2021 و2019 إذا قارناها مع السنوات السابقة، الأعداد المصابة بأمراض السرطان وأمراض الدم في تزايد مستمر في محافظة كركوك، وهذا السبب يرجع إلى التحسن النوعي في الخدمات الطبية والدوائية والعلاجية والتشخيصية المقدمة داخل المركز إذا ما قارناها بالسنوات الخمسة التي مضت، خصوصا توفر الأدوية البيولوجية والمناعية ذات الأسعار الباهظة جدا، زيادة تلوث بيئة كركوك. وعلى هذا الأساس خاطبنا وتكلمنا مع شركات، خصوصا شركات الحكومة لحد الآن، شركة نفط الشمال وشركة غاز الشمال، لتقديم نوع من التعويض المعنوي والمادي لمساعدة هذا المركز الفتي. أكثر من 4 محافظات تعتمد على مركز تخصصي للأورام وأمراض الدم، وهي بكركوك، لعلاج مرضاهم هناك، والسبب زيادة تقديم الخدمات ونوعية العلاجات المقدمة للمرضى، علما أن هذا المركز التخصصي ببنائها وما فيها من خدمات وعلاجات قدمت كهدية من قبل الميسورين والخيرين من أبناء المحافظة، ولا دخل للحكومات العراقية ولا المحلية في كركوك فيها. هالغورد حسن، فضائية كركوك. العشرات من العاملين كعقود بصفة حراس للمدارس ورياض الأطفال في كركوك نظموا وللمرة الثانية وقفة أمام مبنى مديرية تربية محافظة كركوك، مجددين مطالبتهم بشمولهم بقرار 315 والتعاقد معهم كعقود وزارية واحتساب أعوام خدمتهم. نظم العشرات من العاملين كعقود بصفة حرس للمدارس ورياض الأطفال في كركوك وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية تربية محافظة كركوك للمطالبة بتعيينهم. احنا العاملين مجانا، ثبتوا المحاضرين واحنا بقونا، وكتاب المحكمة الاتحادية العليا قرار 315 تثبيت جميع العقود. احنا استثنونا، ما نعرف يعني يم من الاستثناء، نروح للوزاره ببغداد يقولون مدير التربيه ما رفع اسماءكم، واحنا هذه ثاني وقفه مدير التربيه ما ينزل علينا. زين الصوش كله بمديريه التربيه كركوك، زين الفساد كله بتربيه كركوك، ما حد ينزل علينا. هسه احنا واقفين من الصبح لحد الان ولا واحد طلع علينا. زين، وهذه عندنا كتب رسميه من الوزاره تقول تربيه كركوك ما رفعت اسماء الحراس. يعني من الشارع يجي يتعين، واحنا عقد عندنا خدمه اقل واحد 10 سنوات، اقل واحد وكله 15 فوق 15، ويجي مجان احنا، ويجي من الشارع لا عنده خدمه لا هاي، يسوي له عقد يستلم 1,250,000 ويروح، واحنا اللي عندنا خدمه 1,200,000 واحنا اللي عندنا عقد وخدمه وهاي ما يمشونا. المحتجون طالبوا الجهات المعنية بشمولهم بقرار 315 والتعاقد معهم كعقود وزارية أسوة بالمحاضرين، مؤكدين أن بعضهم عاملون مجانا منذ سنوات عديدة ولهم الأحقية بالتعيين. طالب الحكومة نريد حقوقنا، احنا هاي كلها الناس عقود صار له 10 سنوات و15 سنة و2008 و2010 وماكو حقوق لنا ولحد الآن، يجي البارحة واليوم ياخذ حقنا ويصير عقد جديد وياخذ حقنا. اكو يمنا هسه احنا بالمدرسه مالتنا مواليد 2001 و2002 عينوه ولا عنده عائله ولا عنده كل شيء، واهله سناقين. خلص عمره هو حارس وما جنواء. ها انتم صاحب عائله؟ انا صاحب عوائل كلها. اكو ناس مو عائله واحده، اكو ناس عائلتين وثلاثه برقبته، واكو ناس ايجار، واكو ناس عماله. انا عندي 14 نفر برقبتي وانا قاعد بروضه، وكل ما اطلع هسه انا بي عماله ما بي عماله، ما بي اشتغل والله ما بي، هذا القنصله ثقل علي. قبل 5 سنين انا مسجون 3 اشهر من وراء حنفيات ومن وراء مقاصل وقراض رايحات وانا ما ادري بيها. هؤلاء المحتجون قضوا سنوات عديدة في المدارس الحكومية بصفة حراس وبعقود لكن مجانا، واليوم هم يطالبون باحتساب تلك الأعوام كسنوات خدمة وشمولهم بقرار 315 كون أغلبهم من الطبقة البسيطة وهم الأجدر بالتعيين. ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على خلية إرهابية في محافظة نينوى،
وذكر الجهاز في بيان أن قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية مؤلفة من 3 عناصر تعمل فيما يسمى بمفارز الدعم اللوجستي قرب أحد مخارج نينوى الرابطة مع محافظة صلاح الدين، بعد نصب كمين محكم لهم، وذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية. وأضاف أنه ضبطت بحوزتهم داخل العجلة التي كانوا يستقلونها عبوتان تحوي على 10 كيلوغرامات من مادة السي4 شديدة الانفجار، وكذلك على أسلاك وهواتف تستخدم لتصنيع وتفجير العبوات الناسفة. وأوضح البيان أنه جرى تدوين أقوالهم أصوليا، واعترفوا بنقلهم للمواد الغذائية ومواد التفجير للمجامع الإرهابية بين المحافظتين، مبينا أنه تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. أعلن مجلس القضاء الأعلى عن مكافأة كبيرة لمن يدلي بمعلومات عن جريمة اغتيال أحد القضاة في محافظة ميسان. وذكر بيان للمجلس إن مجلس القضاء الأعلى قرر تقديم مكافأة كبيرة لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى كشف مرتكبي جريمة اغتيال القاضي أحمد الساعدي. من جهته تعهد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بالمحافظة على سرية أي معلومة عن مرتكبي جريمة اغتيال القاضي. وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال مؤتمر صحفي عقده في ميسان إن القضاء يتعهد بالمحافظة على سرية أي مخبر يدلي بالمعلومات عن مرتكبي جريمة اغتيال القاضي أحمد الساعدي، كما أكد استمرار القضاء في تأدية واجبه بمكافحة الجريمة والتصدي للعصابات الخارجة عن القانون. صحيا يقترب العراق من ذروة الإصابات بالموجة الوبائية الرابعة لفيروس كورونا. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن النظام الصحي العراقي وبالتزامن مع زيادة عدد الحالات الراقدة والإصابات قادر على التعامل مع تطورات الموقف الوبائي رغم خطورتها. وأضاف البدر أن عدد الموجودين في العناية المركزية وصل لحدود 200 مصاب، وهذه المعدلات يمكن أن تتجه نحو الزيادة، خصوصا مع استمرار عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية. وأشار إلى أن الوزارة قادرة على التعامل مع المستجدات، وتؤكد ضرورة الإقبال على تلقي اللقاحات الذي أصبح دون المستوى المطلوب رغم كل التحذيرات التي تصدرها الوزارة يوميا. وأضاف البدر أن متحور أوميكرون استحوذ على الكم الأكبر من الإصابات بمعدلات تصل إلى 80% من مجمل الإصابات اليومية المسجلة في العراق لفيروس كورونا. ونوه إلى أن العراق ما زال في الموجة الرابعة التي هي وفق المؤشرات الحالية تعد أخطر من الموجات السابقة، لا سيما على صعيد سرعة الانتشار ومعدلات الإصابة اليومية. انتهت النشرة، شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.